طريقتي في تحضير الزيتون كيعود ما عنديش اللحم وعندي صدر الدجاج فقط. عندي هنايا زيتون مقطع مغلي مرتين وزيت له حبة البطاطا باش تروح له الملوحة. عندي هنايا البصل، نصف صدر دجاج، الزرودية والطماطم. نبداو هنايا نحضروا لي بولات، عندنا نكسروا عليهم بيضه ونحطوا صدر الدجاج تاعنا مع الثوم، اللي يحب يضيف الدبشه يضيف ولا المعدنوس، ونتبلوها كما يجب. نحطوا هنايا فصوص من البصل وشويه طماطم باه نكهو لي بولات تاعنا ونساعدوا على التماسك. فوالا، بعد ما نضيفوا كل المكونات هنايا من الملح والتوابل كلها نرحيها ونخليها تاكل. نرجعوا دروكا لاصوص اللي راح نوجدوها. نديروا البصل والطماطم والمعدنوس او الدبشه، هذا اختياري، ونفس التوابل اللي حطيناهم في الليبولات، قطرة زيت زيتون. طبعا انا مستعمل زيت سونكو بزاف طيابي. نقلوهم شويه ونمرقوهم، بعد نرحيوهم ونعاودو نمرقو مليح. نضيفو الجزر تاعنا والزيتون يزيدو يطيبوا بيان في لاصوص. من بعد نضيفو لي بولات لانهم ما يديوش بزاف وقت. كي يطيبوا كامل نحطو لا كريم فريش. هنايا هذه البطاطا حبيت نزيدها مع هاد لاصوص لانه انا ما نحبش نحط البطاطا في الزيتون. كاين عبالي كاين بزاف اللي يديروا بطاطا في الزيتون، سورتو اللي تعود لعائله كبيره. فوالا، عندنا هنايا البطاطا حطيتها تغلى نص طياب وجدت لها هاد الدرسه اللي حطيت فيها ثوم، زيت زيتون، توابل حسب الرغبه، وموطارد وهريسه. فوالا، ندهنوها كيما هاك وندخلوها مباشره للفرن ونخلوها تتحمر براحتها. فوالا، بعد ما تحمرت وهاي النتيجه تاعنا راهي قدامكم. لاصوص ما تجيش حمراء بزاف، لاني اصلا مستعملتش طماطم مصبره وتجي عقده ويعني والبنه مضمونه كما يقولوها تسلكي راسك بعشا هكا. هيا بون ابيتي.